السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة دروس رياضيات أونلاين مع مستر محمد صلاح. هنبدأ النهاردة درس جديد من درس رياضيات تانية ابتدائي ترم تاني، وهو القيمة المكانية للنقود. القيمة المكانية للنقود. أهلا بكم أولادي وبناتي طلاب الأعزاء، ربنا يوفقكم ويكرمكم يا رب. هنشرح على طول. أول حاجة بس صلى على الحبيب المصطفى، ما تنساش تعمل لنا اشتراك للقناة، ما تنساش تعمل لنا اعجاب للفيديو عشان يوصلك كل ما هو جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ. يلا مستعدين؟ يلا نبدأ. القيمة المكانية للنقود، مثلا كل رقم موجود في خانة، وكل خانة له قيمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو انا عندي جاكيت جاكيت دي جاكيت جاكيت ب345. جاكيت بكام يا طلاب؟ ب345. كده عندنا كام؟ عندنا 3 أرقام، كل رقم موجود في خانة وكل خانة لها قيمة. يعني الخمسة دي أحاد، والأربعة عشرات، قيمتها في خانة العشرات، والتلاتة في خانة المئات، والتلاتة في خانة ايه؟ المئات. عايزكم واحدة واحدة، أنا بشرح معاكم واحدة واحدة أهو، بكتب بإيدي عشان كل حاجة تبقى واضحة. تمام؟ يعني الخمسة دي في فئة، انزل مكانها في خانة الاحاد 5 جنيهات. خلي بالك بس، 5 هنزل في فئة الاحاد 5 جنيهات، والاربعة دي في خانة العشرات انزل 4 عشرات، يبقى قيمتها ب40. والتلاتة دي في خانة المئات ب3 ميات، يعني قيمتها ب300. تمام؟ يعني التلاتة دي في خانة المئات قيمتها ب300 يا طلاب. انا عايزكم يعني ايه برضو اوضح لك دلوقتي. يعني الاحاد اهي، هنا العشرات. انا بشرح واحدة واحدة عشان الكل يفهم يا جماعة. عدد عشرات مئات، المثال كان كام؟ 345. عندي الخمسة في خانة الأحاد، الأربعة في خانة العشرات، قيمتها ب40. التلاتة في خانة المئات قيمتها ب300. تمام؟ 5 جنيهات. يعني هنا الخمسة دي في فئة، لو عايز أفككها هيبقى أنا عندي الجنيه متكرر 5 مرات. 3 4 5 جنيهات. 40 دول يعني في 4 عشرات، يعني 10 و10 و10 و10، وكذلك 300. 3 ميات اهو. 300 هيبقى عندي 100 و100 و100. هنا ال4 عشرات دول هيبقى عندي 10 و10 و10 و10. دي مفهوم الدرس ببساطة. الدرس معتمد على كده، وهناخد أمثلة بقى. تمام؟ تمام. يلا. يعني قيمة الأحاد دي عندي ب5 جنيهات، ال4 عشرات دي 40 جنيه،
قيمة التلاتة دي في خانة المئات ب300 جنيه، يعني 300. يلا تدريبات الدرس، يلا نبدأ، يلا نسمي الله. بيقولك مثل العدد 539. مثل العدد 539 في جدول القيمة المكانية. في جدول ايه؟ القيمة المكانية. في جدول القيمة المكانية. تمام. تمام. نبدأ بس نعمل جدول. هنعمل أحاد، عشرات، مئات. أحاد، العشرات، المئات. الأحاد والعشرات. الأحاد عندنا قيمة الأحاد كام؟ 9. يعني ال9 دي في قيمة الأحاد هيبقى عندي كام؟ 9 جنيهات. نمثلها كده، هيبقى عندي 1 1 2 كده، 3 4 5 6 7 8 9 كده، 9 جنيهات. العشرات عندي كام يا جماعة؟ 3. يبقى 3 عشرات. 10 و10 و10، ده 10 جنيهات. 10 جنيهات، 10 جنيهات، 3 عشرات قيمتهم ب30. تمام، ممتاز. المئات عندي يبقى 500. ممتاز. 100 و100 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 و100. عندي هنا كام؟ 9 جنيهات. 9 جنيهات. وهنا عندي كام؟ 30. ممتاز. 3 عشرات لما اجمعهم هيديني 30، وهنا 500 لما اجمعهم هيديني 500. يبقى كده الناتج النهائي كام يا جماعة؟ 539. 539. ودي تمثيل العدد 539 في جدول القيمة المكانية. يا رب يكون الجميع فاهم. ممتاز. هنحل كمان مثال. بيقول لك مثل العدد 154. 154 في جدول القيمة المكانية. مثله ازاي؟ برضو هنكتب أحاد، عشرات، مئات. الشاطر اللي هيقول لي هيبقى عندي كام؟ 100. ممتاز. 100 واحدة، اللي هو 1. هي 100. هيبقى عندي كام؟ 10. ممتاز. 5 عشرات. 10 و10 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 و10. ممتاز. 15. عندي كام جنيه؟ ال4 ديت لو فككتها يبقى عندي 4 جنيهات. 1 2 3 4. يبقى مجموع دول 4 جنيهات. مجموع دول 50 جنيه. مجموع 100 هيبقى عندي 100 جنيه. يبقى الناتج النهائي لما اجمع 154. يبقى انا كده مثلت 154 دي في جدول القيمة المكانية. مش هطول عليكم، هنزل لكم شوية اسئلة ان شاء الله تحلوهم مع بعض. واي حاجة، اي حد واقف قدامه اي حاجة يبعت لي في الكومنتات ويراسلني على الجروب بتاعنا على الفيسبوك وعلى صفحتي، وان شاء الله مش هتأخر عليكم.
كل الدعم لأولياء الأمور وللطلبة، وربنا يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر حاجة ما تنساش تعملنا اشتراك للقناة عشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.